السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم NS Sports. وقبل أي حاجة كالعادة ما تنساش تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو مش مشترك انزل اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. ويلا هبد اللايك الجميل وتعال احكي لك كل التفاصيل. الأهلي بيكون فرقة حرب مش فرقة كورة. في موسم ناري الأهلي دخل بكل قوته وبدأ يضم اسم ورا التاني، وكل اسم أتقل من اللي قبله. تفتكر كده بيجهز لإيه؟ دوري أبطال أفريقيا، الدوري، ولا موسم بدون خسارة؟ في الفيديو ده نتكلم عن 8 صفقات رسمية أعلن عنهم الأهلي، وهنحلل كل اسم فيهم، من زيزو اللي قلب الدنيا لتريزيجيه اللي رجع بيت العيلة لغاية ياسين مرعي المدافع الشاب. ركز معايا لأن في كلام مهم وفي صفقة هتخضك لما تفهم الأهلي كان بيفكر فيها إزاي. نبدأ بأول صفقة، الصفقة اللي حرفيا كسرت الدنيا واللي خلت جماهير الزمالك في حالة صدمة. زيزو، أحمد مصطفى زيزو، نجم الزمالك الأول، خلص عقده يوم الخميس وتاني يوم الصبح كان لابس أحمر. الأهلي أعلن رسميا ضم زيزو في صفقة انتقال حر، عقد لمدة 4 سنين وفي بند تمديد سنة كمان، يعني مشروع طويل المدى. ولو في صفقة بتتسمى ضربة معلم فهي الصفقة دي. زيزو مش مجرد لاعب وسط هجومي، ده ماكينة أهداف وأسيستات. في 7 مواسم مع الزمالك لعب 260 ماتش، سجل 84 هدف وصنع 71 أسيست. أرقامه مرعبة وثابت في المستوى حتى لما الفريق كله كان بيقع. خد معاهم 9 بطولات وكان دايما الورقة الرابحة. لكن الأهم إنه اختار الأهلي وساب كل حاجة وراه، وده معناه إنه جاي ينافس من أول لحظة. زيزو هيجيب في الفريق مرونة وحلول وضربات جزاء وكمان شخصية جوه الملعب، وده غير إنه بيعرف يلعب تحت ضغط، وده أهم حاجة في الأهلي. الصفقة دي مش بس ضمت لاعب قوي، دي خدت نجم من وش الزمالك وحطته في قلب الأهلي، ودي رسالة كبيرة للكل. الأهلي بيختار الأفضل حتى لو كان في بيت العدو. تاني صفقة فيها حكاية وحكايتها بدلت من 10 سنين. تريزيجيه ابن النادي رجع البيت، بس المرة دي مش الشاب الصغير اللي طالع من الناشئين، ده راجع نجم دولي تقيل وراجع علشان يسيب بصمة. الأهلي خلصها رسميا مع ترابزون سبور، وتريزيجيه بنفسه تنازل عن جزء من فلوسه علشان الصفقة تتم. يعني الراجل كان عايز الأهلي من قلبه. عقد مع الأهلي 5 سنين وهيبدأ مع نهاية الموسم، وهيتقاضى حوالي $1,000,000 في الموسم، بيزيد كل سنة 100,000 بس بصراحة مفيش تمن لتريزيجيه وهو في مستواه. من أيام الريان باشاكشير، استون فيلا، اسم باشا، موسكورون، وأندرلخت، تريزيجيه بقى ناضج جاهز سريع وعارف ازاي يفتح الماتش من ولا حاجة. اللي بيراقب منتخب مصر في آخر 6 سنين عارف ان تريزيجيه دايما الورقة اللي بتعمل الفارق، ورجوعه للأهلي معناها حاجة واحدة: الأجنحة السنة دي هتبقى نار، واللي مش هيجري هيولع. وده غير انه راجع من بيت احتراف وراجل فاهم قيمة التيشيرت ده. وصدقني أول ما تريزيجيه ينزل التيتش ويلبس الأحمر الناس كلها هتفهم إن الأهلي مش بيجمع لعيبة، الأهلي بيجمع رجالة للبطولات. الصفقة الثالثة تونسية بس مش عادية. محمد علي بن رمضان محارب جديد بيدخل قلعة البطولات. الأهلي أعلن رسميا ضم نجم الوسط المجري ولاعب الترجي التونسي السابق بعد 3 سنين. واللي فاكر إن الأهلي خسر علي معلول يبقى ما شافش بن رمضان وهو بيقول: أنا جاي مقاتل علشان الأحمر ومستعد أعتزل هنا لو طلبتوه مني. الراجل جاله عروض أوروبية وخليجية لكنه عليها صريحة: أنا اخترت الأهلي بقلب مش بعقل. بن رمضان مش مجرد صفقة، دي صفقة الأهلي بيجهز بيها خط النص اللي هيكسر أفريقيا. قائد ثابت عنده رؤية، بيفك الضغط وسجل هدف عالمي في مرمى بورتو في كأس العالم. تخيل بقى النوعية دي من اللعيبة وسط منظومة زي الأهلي، وفوق ده كله الراجل عارف هو جاي فين. وجمهور الترجي بنفسه انتقده علشان راح الأهلي، وده أكبر دليل إن الاختيار كان صعب بس يستاهل. الصفقة دي بتقول وسط الأهلي هيرجع يسيطر ومفيش خط نص هيرتاح قدامه الموسم الجاي. في صفقات كده مش مجرد انتقال، دي قصة حلم، قصة كفاح وحبة دموع متخزنة من 15 سنة. محمد سيحة، الحارس اللي حلمه كان يلبس تيشيرت الأهلي من وهو طفل، اتقدم لاختبارات الأهلي سنة 2009 وما تقبلش. موقف صعب، طفل صغير بيعيط لأنه حاسس إن الحلم اتكسر. رجع بيته ساعتها وكلم والده وقال له: ما حصلش نصيب يا بابا. وبعد سنين طويلة سيحة اتصل على والده وقال له: فاكر لما قلت لك وأنا صغير إن نفسي أبقى في الأهلي؟ أنا دلوقتي بقيت في الأهلي يا بابا. قصة تستحق الاحترام وحلم اتحقق بعد صبر طويل. الأهلي ضم محمد سيحة رسميا بعقد مدته 5 سنين، الحارس صاحب ال 24 سنة واللي جاي وسط أكبر حارسين في أفريقيا، الشناوي ومصطفى شوبير. وده معناه إنه عنده روح منافسة مش طبيعية، وقالها صريحة: أنا جاي أجتهد وأثبت نفسي والباقي على ربنا. أرقامه إيه؟ لعب 14 ماتش في الدوري، خرج بشباك نظيفة 7 مرات،
صد ركلتين جزاء وعنده 21 تصدي واستقبل 19 هدف. أرقامه مش سيئة ورد فعله سريع وحارس موهوب فعلا. بس السؤال هنا، في وجود الشناوي وشوبير 25 مليون جنيه في حارس ممكن يبدأ كتالت، ما كانش ممكن ندي الفرصة لحارس من الناشئين ونطوره بنفس الرقم ده؟ ولا ممكن دي تكون إشارة إن في حارس هيمشي أو استعداد لمستقبل قريب؟ المتأكد منه إن سيحة حارس كويس جدا، بس علشان يبقى صفقة مؤثرة لازم الفرصة تيجي، ومع الأهلي الفرصة بتيجي فجأة. الصفقة دي مختلفة، مش عشان لاعب تقيل فنيا بس، لا، دي قصة غريبة ومش بتحصل غير في الأهلي بس. أحمد رمضان بيكهام، ابن جيل 97، جيل فيه أسماء تقيلة، رمضان صبحي، ناصر ماهر، ويوسف علاء. وبيكهام خرج أعراض، راح حرس الحدود وبعدها دجلة، واللي حصل الأهلي باعه لدجلة وبعدين رجعه ب15 مليون، وبعدين خرج إعارة تاني وبعدين اتباع. نعم، أيوة والله، بيكهام متحرك من وإلى الأهلي مرتين، بس المرة دي مختلفة. دي المرة اللي راجع فيها علشان يقفل الدايرة. الأهلي حسم الصفقة مع سيراميكا كيلوباترا بعد تألق بيكهام في كأس العالم للأندية. الراجل أثبت إنه لسه موجود وإنه نضج وإنه اتعلم من كل اللي فات. النهارده بيوقع للأهلي 4 سنين في توقيت الأهلي محتاج فيه مدافع بعد رحيل رامي ربيعة. من الآخر كده، لو قلبت في المدافعين اللي في مصر وهتدور على اللي لاعب منتخبات ومسك تيشيرت الأهلي ليه، فلو هتدعم قلب الدفاع يبقى بيكهام صفقة مفهومة جدا في الوقت ده. بس الأجمد من كل ده إن اللاعب نفسه راح النادي ومضى على بياض، ما كانش يعرف هيقبض كام ولا تفاصيل عقده، عمل كل حاجة من غير شروط علشان كان نفسه يرجع بيته، ودي حاجة تحترم وتحسسك إنك قدام لاعب راجع بقلبه قبل رجله. صفقة ما خدتش حقها إعلاميا بسبب إعلان زيزو، بس لو سألت حد فاهم هيقولك بيكهام صفقة سكواد تقيلة، بيلعب في أكتر من مركز، وربنا يوفقه ويحقق معانا كل اللي كان نفسه فيه، ويعوض سنين التعب في مشوار الرايح جاي رايح جاي لحد ما راجع بيته. واللي بيمشي برجله ساعات بيرجع برضه برجله، بس الفرق إنه بيرجع فاهم أكتر وناضج أكتر وراجل أكتر. محمد شريف، المهاجم اللي مشي بمكسب ورجع ببلاش، اللي الأهلي باعه ب2.5 مليون دولار قبل سنة من نهاية عقده ورجعه دلوقتي ببلاش. يعني الأهلي استفاد منه فنيا وماديا وبيرجعه وهو جاهز يخدم الفريق من أول لحظة. شريف قالها صريحة، الأهلي اختياري الأول دايما، رفض الزمالك ورفض بيراميدز وقعد مستني، مضى 5 سنين من غير ما يسأل على الفلوس. هو نفسه قال كابتن محمد يوسف كلمني وقال لي إن ريبيرو طالبني، رحت لهم وقعدت مع ريبيرو، كان واضح إنه عايزني معه فورا، فمضيته والسلام. تجربته في السعودية فيها كل حاجة، سنة أولى كويسة جدا، لعب وسط لعيبة لاية من أوروبا، والسنة التانية جاله إصابة ونزل مستواه شوية. إحصائيا شريف هو تالت أكتر لاعب مساهمة بالأهداف في الأهلي، 60 جون و6 أسيست، يعني 66 مساهمة. ده غير إنك مجرب وفهمه وهو فهمك، فلما تيجي تقارن بينه مثلا بين أسامة فيصل أو عمرو ناصر، فالشريف بيكسب بالأداء والخبرة والانتماء. وفي الحقيقة شريف راجع مهاجم ثالث، بس عارف إن ضغط الماتشات والإصابات وظروف أفريقيا ممكن تخليه الأساسي في أي لحظة، وده النوع اللاعب اللي الأهلي بيحبه، اللي يسكت ويشتغل. شريف مش مجرد صفقة رجوع، ده واحد راجع من قلبه علشان المكان اللي سماه جنة الكرة في مصر وأفريقيا، وهو نفسه قال الأهلي ما يتقارنش بأي مكان تاني. وهنا ندخل على الصفقة السابعة، واحد من المدافعين اللي محدش كان متوقعها، لكن الأهلي خلصها في صمته بسرعة. ياسين مرعي قلب كفاع فاركو بقى رسميا في الأهلي، 23 سنة وعنده نضج وشخصية، وده باين من كلام أبوه نفسه الكابتن سيد مرعي، اللي قال طول عمري بوجهه، لكن المرة دي هو اللي قال لما تطلع ما تتكلمش عن تفاصيل، سيب كل حاجة عليا. يعني احنا قدام صفقة لاعب راح الأهلي بمزاجه وبإصراره وبتخطيطه، رغم ان كان في عروض من كذا نادي. الولد قالها لأهله، أنا عايز الأهلي وطموحي هناك. رسالة قوية جدا بتقول إن اللاعب ده مش بس بيدور على فرصة، ده رايح يثبت نفسه في أكبر نادي في أفريقيا. طيب فنيا، رقميا ياسين شارك في 22 ماتش مع فاركو، سجل هدفين وصنع هدف، عمل 105 تشتيت، رقم يحطه في المركز التاسع على مستوى الدوري، وده بيوضح قد إيه هو دايما في قلب الحدث وبيحاول يغطي ويقفل على طول. قطع الكرة 17 مرة، وتدخل نجح 20 مرة، وتلقى 6 انذارات من غير ولا طرد، يعني بيلعب برجولة وعقل. هل هو أهم مدافع في مصر حاليا؟ لا، بس هل هو صفقة مشروع؟ أيوة وبقوة. مدافع صغير متربي على التنظيم، جسمه قوي وعنده شخصية. الأهلي بيعمل سكواد دفاعي بيدور بين الخبرة والدم الجديد علشان أي سيناريو في الموسم يكون عندك حل. والمضحك إن الجمهور كان بيسأل إزاي أنت زملكاوي ووديت ابنك الأهلي؟ رد الأب كان بسيط، هو اختار وأنا ساعدته وطموحه هناك. ومش غريبة لأن اللي بيفهم كورة يعرف إن اللي بيحلم يوصل لازم يروح الأهلي. وآخر صفقات الصيف رسميا
عودة الناشئ السابق محمد شكري، الظهير الأيسر اللي اتربى في الأهلي ومشي في وقت كان محتاج يثبت نفسه، لف ودار وخرج إعارة لنادي سموحة وانتقل إلى نادي سيراميكا، وكل سنة كان بيكبر بيتقل وبيبان لحد ما رجع وهو مش طفل ناشئ، رجع وهو نجم بيلعب وبيصنع وبيدافع، وبقى واحد من أحسن الباكات الشمال المحليين في مصر. طيب فنيا شكري بيلعب على الخط، بيطلع يعمل زيادة عدد عادية، عرضياته أحسن من كتير موجودين، وبيقدر يسحب الكرة ويوصلها للتلت الهجومي، ده غير إنه حافظ أسلوب الأهلي وراجع عارف هو داخل على إيه. ورغم إن بعض الجماهير كانت شايفة إن شكري خلاص خارج من حسابات الأهلي، الواقع قال حاجة تانية. الواقع قال اللي يتعب ويفضل مركز بياخد فرصته حتى لو بعد سنين. رجوع محمد شكري مش مجرد تعديل، ده واحد راجع من قلبه علشان المكان اللي سماه جنة الكرة في مصر وأفريقيا. وهو نفسه قال الأهلي ما يتقارنش بأي مكان تاني، وهنا كل حاجة تنجحك. وندخل على الصفقات. الصيف رسميا